الكلمة الثانية: خصائص شهر رمضان. الحمد لله الذي اختص شهر رمضان بفضيلة الصيام وجعله شهرا تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، والصلاة والسلام على عبده ورسوله خير من صلى وصام وتهجد وقام، وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فإن شهر رمضان له خصائص عظيمة اختصه الله بها عن بقية شهور العام، ومن أبرز هذه الخصائص أولا أنه أنزل فيه القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومعنى نزول القرآن في رمضان أي ابتداء نزوله على القول الراجح، وكان ذلك في ليلة القدر. ثانيا من خصائص رمضان أنه تفتح فيه أبواب الجنة، وأنه تغلق فيه أبواب النار، وأنه تسلسل فيه الشياطين وتصفد. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، في الحديث المتفق عليه. وفي رواية: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ففي هذا الحديث بيان اختصاص شهر رمضان بهذه الأمور، وهي فتح أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة من المؤمنين وترغيبا لهم في ذلك، وغلق أبواب النار رحمة بالمؤمنين لقلة اقترافهم المعاصي في هذا الشهر، وتصفيد الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه بغيره. ومن خصائص شهر رمضان أنه فيه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن خصائص شهر رمضان أن الله تعالى اختصه بفريضة الصيام التي هي من أفضل الأعمال المقربة إلى الله سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الله أكبر. وكذلك من خصائص شهر رمضان أن من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله إيمانا أي إيمانا بالله وتصديقا بوعد الله تعالى بالثواب عليه، واحتسابا أي احتسابا للأجر والثواب لا لقصد رياء أو غيره. ومن خصائص شهر رمضان أن العمرة فيه أجرها وثوابها ثواب حج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. وكذلك من خصائص شهر رمضان أن من فطر فيه صائما كان له مثل أجره. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وتفطير الصائم يدخل في إطعام الطعام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إخواني، لقد حل بنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب. شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأروا الله من أنفسكم خيرا، واجتهدوا فيه بالطاعات، وتزودوا بزاد التقوى. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، ووفقنا فيه للطاعات والكف عن المحرمات، واغفر لنا الزلات وارفع لنا الدرجات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.